ولدينا إدوارد أنعم في الخط الهجومي والذي يحمل رقم 11 في تشكيلة نادي لانس. مشاهدينا الكرام، الذي يقدم يتواجدان على الزي الأحمر الأصفر، زي الدم والذهب. أراها كثيرا في مختلف الملاعب، بينما هذه الكرة تصل داخل منطقة جزاء. أمين غويري خطيرة، فعل الجزائري، فعل أمين غويري هنا مبكرا يفتح باب التسجيل. أمين غويري بالفعل عودة، ويانا من عودة قوية بعد فترة إصابة. أمين غويري على وقع الأهداف هنا يسعد الأنصار ويمنح التقدم لنادي مارسيليا في الدقيقة الثالثة. هكذا نعم، في الظهور الأول وفي الاختبار الأول وفي مميز في هذه اللحظات. السلام أمين غويري يلتف في دور مركزية الظهير الأيمن، بينما كرة تأتي لنادي مارسيليا في هذه اللحظات. التسديدة ريسير، نعم مرة أخرى تسديدة أمين غويري، نشيط غويري، مميز غويري. نادي مارسيليا كما سبق له أن تواجد أيضا في عديد. مشاهدينا الكرام، هنا انطلاقة في المساحة ملعوبة ديال الكرة، فيها تسديدة روعة الجول. نعم، يأتي الهدف عن طريق القادم وضعية التسلل من البداية، بينما انطلاقة غويري، هرب غويري، انطلق غويري، توغل غويري، راوغ غويري، لا يمر. يا بيير ياساج، أمين غويري يمرر كرة عادقة التي لعبت كرة في منتصف الميدان. هذا هو لاعب هوية يلعب بسرعة، والتدخل في آخر لحظة. نعم، تدخل من طرف المدافع، رقابة تحركات اللاعب. أمين غويري مصدر الخطورة الكبيرة في خط هجوم نادي مارسيليا. أكيرد في منتصف الميدان. أمين غويري رغم تواجده وسط 4 لاعبين، لكن شوف هنا كيف اختطف الكرة. سعود عبد الحميد يرجع. أمين غويري يقاتل من أجل هذه الكرة، إمكانية التسديد، لا زالت زالت الخطورة هنا على دفاع نادي مارسيليا. أمين غويري يرجع، والذي طبعا يأخذ بزمام الأمور أنا بيير ساج. على فكرة طريقة تدبيره لمباريات الدوري الفرنسي، مدينة نادي لانس بالمناسبة انهزم هذا الموسم في 3 مرات فقط. هذه الكرة تصل، التسديدة، ليس هناك خطأ، وبالتالي على انطلاقة في المرتدة عن طريق أمين. أمين طلق أمين، ويا لا منع ضغط ومن دون رقابة. ولدينا أمين غويري يسددها. أمين غويري يسدد، والكرة يتغير مسارها بالفعل. هذه مرفوعة الكرة داخل منطقة جزاء، لمسة يد أم لا؟ رجعت مرة أخرى أمامية الكرة غويري مرر. هذه فرصة التسديد الثالثة. نعم، عاد أمين غويري ليؤمن انتصار نادي مارسيليا. مشاهدينا الكرام، أمين نعم بعد أن سجل في الجولة الأولى ويعود مرة أخرى ليسجل الثالث، وبالتالي يحسم الأمور لنادي مارسيليا. فعلا نجم المباراة، هدف لنادي مارسيليا فعلا، وبالتالي الأمور